مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حبيت بس اشارك معاكم خاطرة كده هذا المساء عن العلاقات وعن الشغل وعن اي حاجة في الدنيا، وهي فكرة النية. البني ادم لما بيحط نية في اي حاجة، وخصوصا لما تبقى نية لله، صدقوني بيبقى خير كبير قوي، وربنا بيبقى معاكم وبيبصركم بالحقيقة. وده مش من فراغ، ده من مواقف كتير انا عشتها. طب ازاي؟ لما مثلا تدخل في ارتباط مع شخص او تدخل في شغل مع حد مثلا او مكان، خلي نيتك طيبة. خد نية ان انت عايز تفيد الشخص، عايز تقدم افضل ما عندك للشخص او للمكان، حاطط ربنا بينك وبينه. عشان صدقني انت لما بتحط نية كويسة وبتكون نية نابعة من قلبك الطيب وقلبك الصافي، الطرف التاني او المكان او اي حاجة نيته معاكسة للنية دي بتتقلب عليه بقى وبيخسرك. سواء بقى كنت هتفيده في شغل، هتفيده في اي حاجة في الدنيا. خدوها كده قاعدة بسيطة، وانت داخل اي حاجة، حتى وانت داخل تشتري حاجة بسيطة كده من السوبر ماركت، يبقى النية خير، انا داخل افيد المكان ده، نيتي خير واولها ربنا. ما تبقاش متضايق ان انت بتدفع فلوس او ان انت حاجة، لا، انا داخل نيتي خير. تبقى اي خطوة انت بتخطيها نيتك فيها صدقة، نيتك فيها خير نفع. خليك مفيد حتى لو بالنية، ودايما يبقى معاكوا اسم الله البصير واسم الله المبين في اي حاجة. بجد والله والله يا جماعة انا بتكلم عن ثقة، الاسمين دول والله يعني هتستغربوا كده، يعني ازاي ربنا بيبين لكم الحقائق، ازاي ربنا بيخليكم انتوا شايفين امور كتير قوي ممكن حتى تكون انتوا شايفينها مش في صالحكم، بس لا، بتكتشفوا بعد كده ان هي في صالحكم وان ربنا معاكم. يعني انا مثلا في اماكن كتير رحتها وما كنتش بكمل فيها، كنت دايما بقول طب انت ليه يا رب وديتني كده؟ لما بقيت بقعد مع نفسي فترة او اروح مكان تاني، اقول لا، انا كنت اتعلمت كتير قوي، ما كنتش هتعلم اللي انا فيه ده غير لما اروح المكان الفلاني، او لما اقابل الشخصية دي، او لما يحصل لي الموقف الفلاني. بس ودي كانت خاطرة بسيطة كده عن يعني من علم النوايا. وفي الدين بتاعنا طبعا الدين الاسلامي الجميل، في حديث عن سيدنا محمد بيقول انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فباذن الله يكون في فيديوهات تانية او مشاركات تانية عن علم النوايا وعن علوم وخبرات تانية ان شاء الله. مساءكم فل.